الكتابة. اللي أنا ما باعملش حاجة في حياتي يا جدعان غير إن أنا باتكلم عن الكتابة في كل فيديوهاتي، عشان بجد هي اللي خلّتني أفتح الفيديو ده، هي اللي خلّت صفحة اليوتيوب بتاعتي مش بس أبدأها، تكبر. يا جدعان أنت لو فهمته، عقلك هو لو فهمك، فهم أحلامك، فهم اللي أنت عايزه، أنت لو عرفت عقلك الموضوع بيمشي إزاي في دماغك يعني، أقسم بالله أنت هتتفاجئ. أنت مش هتعمل حاجة بعد الفيديو ده غير إنك تبدأ تكتب. فخلّيني أحكي لك رحلتي مع الكتاب. أنا اتكلمت كتير جدًا عن كتاب The Artist's Way أهو، هو اسمه طريق الفنان. الكتاب ده أنا قُلت قبل كده إن هو صمم على حتّة الكتابة. الكتاب ده أنا لسه ما خلّصتوش، يعني الكتاب ده أنا بادئاه من سَنة ولسه ما خلّصتوش. والكتابة أنا مش هاجي أصعّب عليك الموضوع عشان الموضوع سهل جدًا حرفيًا، عامل زي الإدمان. الموضوع بيبقى في الأول صعب، أنا مش هانكر دَوًّا، أنا قعدت 3 شهور يا جدعان باحاول أنتظم على الكتابة يعني. الكتاب ده أنا جِبته في شهر 2 حاجة زي كده. فأنا لمّا بدأت أقرأه، أنا من ساعة ما بدأت أقرأه كده في آخر 2 لحد شهر 4 لحد آخر 4 أنا باحاول أنتظم على الكتابة. بس انتظمت عشان هي يعني أنا باقطّع في القراءة برضه. بس أنا كنت كل ما آجي أقرأ، هي الكتاب دوّة متقسّم أسابيع، لو أنتم عايزينّي أعمل لكم زي سلسلة حلقات تشرح فيها الكتاب لو أنتم ما بتعرفوش تقرأوا English أو كده. آآ بعد كل أسبوع هي بتفضل تتشيك معاك، أنت كتبت النهارده، أنت كتبت الأسبوع دوًّا والّا لأ، أنت كتبت كام مرّة في الأسبوع. يعني 5 من 7، 3 من 7 كده، حسّيت بإيه، مش عارفة إيه وكده. فأنا كنت باستفز، هي ليه يعني أنا ليه مش باكتب زي ما هي بتطلب، أنا ليه باكتب 1 من 7. أنا بجد ما كنتش عارفة أنتظم على الكتابة خالص. بعدين في شهر 5 قُلت خلاص أنا هانتظم على الكتابة. أنا مستحيل حياتي ما تبقاش زي الناس اللي هي قاعدة يعني بتحكي إن الكتابة غيّرت حياتهم. فقُلت خلاص أنا هابدأ أكتب. وبُصّوا من شهر 5 لحد دلوقتي دي الjournals اللي كتبتها، هُم 5. أنا فاضل لي شهرين وأدخل على سَنة باكتب يعني. بجد سحر، بجد سحر. إيه اللي بيحصل بقى لمّا أنت بتكتب؟ هي كانت بترشّح، هي مسمياها ال3 morning pages، يعني هي مرشّحة إن إحنا نكتب الصبح. وحاسة ده منطقي جدًا إن إحنا نكتب الصبح عشان نبقى إحنا عارفين اليوم هيمشي إزاي، بدل ما نكتب بالليل، عشان ساعات الأيام بتضيع علينا اليوم كله ونيجي بالليل إحنا بقى هنعمل بكرة كده. ففعلًا إن إحنا نكتب الصبح أحسن من بالليل. بس الاتنين صح، الاتنين صح والاتنين مفيدين، وإن أنت تكتب الصبح وبالليل الاتنين حلوين. اكتب براحتك، اكتب في أي وقت، اكتب كل ما تتخنق روح اكتب، كل ما تحس إن في حاجة عايز تحكيها لحد ما تحكيهاش لحد، روح اكتب احكيها لنفسك. إيه اللي بيحصل لمّا أنت بتكتب؟ أنا هاقول لك إيه اللي بيحصل، بعدين هاقول لك إزاي تكتب وتكتب إيه، وفي حاجات لازم ما تكتبهاش. في حاجات كده خط أحمر اوعى تكتبها، اوعى تقنع عقلك بيها، حلو؟ إيه اللي بيحصل لمّا أنت بتكتب؟ أنت لمّا بتكتب أو بتقرأ عامةً، عقلك أنا قُلت قبل كده العقل ما يعرفش عنك حاجة غير الحاجة اللي هو بيشوفها أو الحاجة اللي هو بيسمعها. يعني أنت هتدخّل لعقلك معلومة إزاي غير لمّا أنت تسمعها من نَفْسك أو من حد، أو لمّا أنت تشوفها، تقرأ أو تشوف فعل أو تشوف ناس حواليك تعبّر عن الشخص اللي هو أنت لو قدّام صُحبة وِحشة، أنت لو حواليك صُحبة وِحشة عقلك هيترجم إن دي صُحبتك وإن ده أنت. عقلك هيقول أنا صحابي كده يبقى أنا كده أنا هابقى زيّهم. عشان كده بيقولوا المرء على دين خليله، عشان عقلك اللي بيشوفه هو اللي بيقتدي بيه. فعشان كده باقول لكم اعملوا unfollow للممثلين، المغنيين، لأي حد ما لوش لازمة في حياتكم، ما بيحطش value في حياتكم غير إن هو بيبوظها حتى لو أنت بتحبوه. مش معنى إن أنت بتحبه إن أنت لازم تعمل له follow أو تتابعه. بتحبه وعارفه مجرد معارف، مش لازم تعمل له follow وتفضل متابع هو بيعمل إيه عشان ما تتأثّرش باللي أنت بتشوفه. أنت لمّا بتكتب حلو، آآ أنت بتعرف نَفْسك، وبتعرف نَفْسك منّك مش من حد، مش من كلمة من برّه. أنت اللي بتعرّف نَفْسك بنَفْسك، أنت بتعمل زي ما تكون بتعمل سيرة ذاتية، كل دي سيرة ذاتية، كل دي حاجات. أنت بتكتب أنا عايز أعمل كذا، أنا باحب كذا، أنا شغفي في كذا، أنا بقى لي كتير ما عملتش كذا. عقلك بيبدأ يغيّر اللي أنت فيه للحاجة اللي أنت عايزها. أنت بتفضل تقول إزاي، ما لكش دعوة إزاي، ده اللي بيحصل. عقلك بيغيّر الطاقة اللي أنت فيها لو أنت فضلت بقى تكتب. يعني أنت لو فضلت تزن على نفسك كتير أنا باحب دوًّا يالّا نعمله، أنا باحب دوًّا يالّا نعمله، عقلك هيقول لك اتفضل الحاجة اللي أنت عايز تعملها ديّة. هو ده اللي بيحصل بالضبط في الأفكار. مثلًا الطيارة قبل ما تبقى طيارة كانت فكرة، فأنا مش عايزاك تستغرب لمّا حد بيقول لك ده أنا كتبت الحاجة دي وحصلت،
عشان ده يعني أنت كتبت الحاجة دي مش هيحصل حاجة غير إن هي هتحصل. لو أنت عقلك صدقها مش هيحصل حاجة غير إن هي هتحصل. لو أنت كتبت أنا عايز كذا، أنا كذا، أنا نفسي في كذا، أنا شخص كذا، أنا كذا، أنا كذا، ده مش هيعمل حاجة غير إن هو هيحصل. عقلك هياخد الكلام ده يصدقه، يخليه الواقع بتاعك. مش أنت بتقول يا عم إنك كذا وكذا وكذا وكذا، حلو، أنا بقى عايزة أشوف دون، فهيخليك تعمل فعل. عشان كده أنا باقول لك خلّي بالك من أفعالك، خلّي بالك من اللي بتقوله، خلّي بالك من اللي بتسمعه، عشان دي كلّها أكواد بتدخل لعقلك بتقول له أنت مين. حتى لمّا في سورة سيدنا يوسف لمّا 2 جُم قالوا له إن هُم واحد يعني واحد شاف إن هو بيعصر خمر وواحد بياكل من رأسه الطير، سيدنا يوسف قال لهم إيه؟ قُضِيَ الأمر الذي فيه تستفتيان أو تتناقشان، أنا مش فاكرة كان إيه، بس قال لهم قُضِيَ الأمر، أنتم شايفين إن ده هيحصل يبقى هيحصل. يعني أنتم يا جدعان ليه مش مصدقين إن أنتم اللي بتقولوه، اللي بتسمعوه، اللي بتشوفوه، اللي بتكتبوه واللي أنتم مصدقين إن هو هيحصل، هو هيحصل. طب يا مَلَك إزاي أصدق إن الحاجات الحلوة دي كلها تحصل لي؟ اعرف نفسك، افضل اكتب، افضل اكتب، افضل اكتب، ما تسيبش الكتابة، أقسم بالله سحر، سحر يا جدعان. هاقول لك إزاي، أنت لمّا تعرف نفسك، يعني أنا دلوقتي الواحد ما بيبقاش عارف نفسه، يعني أنت قبل الكتابة ما بتبقاش عارف نفسك، أنت بتبقى عارف حاجات قليلة جدًا، جدًا، جدًا عن نفسك. ما تقدرش تقول أنا عارف نفسي، أنا شخص، أنا كذا، أنا كذا، عشان أنت لو فعلًا عارف نفسك هتطلّع منها حاجات حلوة كتير أوي. هتفضل مش هتشوف من نفسك غير كل الخير، غير كل الخير. فكلمة أنا عارف نفسي دي كلمة كبيرة أوي، أوي، يعني محتاجة بحث. الكتابة دي كلها بحث، كل ده بحث عني، كل ده بحث عن الأحلام بتاعتي، كل ده بحث عن الأفعال بتاعتي، كل ده بحث عن أصحابي، كل ده بحث عن الحاجات اللي أنا عايزة أغيرها في نفسي أو الحاجات اللي أنا بعملها. أنا بجد لما بكتب وببدأ أحب نفسي لما بعرفها، حلو. انت لو عرفت نفسك هتحب نفسك، لو حبيت نفسك هتثق في نفسك، لو وثقت في نفسك كل اللي هتقول ان انت حاسس ان هو هيحصل هيحصل. وهنا بقى تيجي النقطة اللي يتغير فيها الواقع بتاعك. انا اتكلمت في فيديوهات عن حب النفس والثقة بالنفس والرضا، وكل دي حاجات جات لي بعد ما بدأت اكتب. اول حاجة عرفت نفسي فبدأت احبها، ده انا طلعت شخص كويس. انا يا جدعان حاولت انتحر كتير جدا وانا صغيرة، اقسم بالله انا بكلمكم يعني. انت بتتفرج على حد كان hopeless case، كان هينتحر، ما كانش شايف فيه امل في الدنيا، عمل مصايب. انا عملت كوارث، انا عملت كوارث 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 وانا صغيره، عملت مصايب. عملت حاجات كتير قوي وحشه في نفسي وفي غيري وفي اهلي، في كل حاجه. يعني انا كبرت في عيله ما كانتش بتحضن، فاهمين حاجه يا جدعان؟ يعني انا ما كبرتش في عيله مثاليه ولا في ماديه مثاليه، انا كبرت في اولا في ماديه متوسطه جدا، في عيله يعني حتة الحضن دي غريبة شوية ما بيننا، الكلمة الحلوة غريبة ما بيننا، ما بنقولش لنفسنا باحبك. كلمة باحبك والأحضان يا جدعان مهمة جدا. الإنسان اكتشفوا علميا إن هو محتاج 7 أحضان في اليوم عشان يبقى شخص stable، عشان يبقى شخص متوازن، محتاج 7 أحضان في اليوم. أنا لما اتغيرت كلهم اتغيروا. أول حاجة حاولت أقرب من ربنا، وبعدين حاولت أبقى هادية شوية ما أعملش مشاكل، وبعدين بدأت أحاول أقرأ وجه الكتاب ده في وشي، وبعدين لما بدأت أكتب كل حاجة اتغيّرت، كل حاجة اتغيّرت. الموضوع بدأ بربنا وبعدين الكتابة. أنا بقيت باحب نفسي جدًا، فبقيت أحب اللي حواليّا، حلو؟ فبقيت أقول مثلًا يعني كلمة باحبِك دي مثلًا أبدأ أقولها لماما، أبدأ أحاول يا ماما أنا باحبِك ومش عارفة إيه وكده. حتى لو الكلمة غريبة أحاول أخلّي البيت يتعوّد عليها، أبدأ أحضنها، أقول لها على فكرة يعني الحضن دوًا حاجة المفروض نكون بنحضن بعض كلنا ومش عارفة إيه. فحرفيًا البيت ده أنا بقى محضنة، يعني أنا الباقي يمشي يحضن التاني عشان أنا بدأت أحاول أخلّي فكرة الحضن ديًا حاجة طبيعية، فاهمين حاجة يا جدعان؟ أول ما بدأت أكتب وحبيت نفسي حسيت إن أنا كمان عايزة أهلي يحبوني، بسبب إن أنا بدأت أحاول أحضنهم. آآ إحنا بقينا نحضن بعض وبقينا بنحب بعض وبقينا هاديين وراسيين وعاقلين، وما بقاش في حتى بقينا متدلعين. كل ده عشان حد واحد اتغيّر. فأنت لو اتغيّرت وأهلك عاملين لك ضغط، أنت ممكن تغيّرهم لو أنت اتغيّرت، أنت ممكن تغيّرهم لو أنت اتغيّرت، أقسم بالله. لو أنت اتغيّرت وحاولت تدخّل فيهم
ريح حلوة، الريح ديًا لو كبرت وأنت فضلت مصمم عليها كل يوم، كل فترة مش عارفة إيه، أنت هتتعودوا عليها وهتبقى محضنة، هتبقى محبة، هتبقى اللي أنت هتدخّله، فاهمين حاجة؟ الكتابة بتعرّفك ده كلّه عن نَفْسك، الكتابة بحث يا جدعان عن نَفْسك، اعمل بحثك عن نَفْسك. أنا هدفي في الفيديو دوّة إنّك تتحمّس إنّك تعرف نَفْسك عشان قسمًا بالله حياتك هتتغيّر، حياتك هتتغيّر. أنا دلوقتي مش أنا اللي من سَنة خالص، ولا دي أوضتي ولا ده مكاني مع إنّهم نَفْس البيت، ولا دي عيلتي مع إنّهم نَفْس العيلة، ولا دي الروح اللي كانت فينا مع إننا نَفْس الروح عادي. كل حاجة اتغيّرت لمّا أنا بدأت أستوعب، بدأت أدرك اللي أنا فيه، بدأت إن أنا ممكن أغيّر اللي حواليّا فعلًا. أول ما بدأت أثق في نفسي، وثقت إن اللي أنا عايزاه هيحصل، وبس ما كنتش يا جدعان ما كنتش مستنية، يعني فاهمين حاجة؟ أنا عايزاك لمّا تيجي تكتب يعني لمّا تبدأ تكتب بعد الفيديو دوًّا، أنا مش عايزاك تبقى قاعد مراقب النتيجة، أنا عايزاك تكتب وتبقى واثق ومتيقن إن في حاجة هتحصل، أنت مش عارف هي إيه، أنت مش عارف هي هتيجي منين، أنت مش عارف هي إزاي، بس عايزاك لمّا تكتب وتعرف نفسك قُل بصوا أنا هاعرف نفسي، أنا هابدأ أكتب، أنا هاعرف نفسي، أنا مش مستني حاجة تحصل معينة، أنا مستني إن حياتي تتغير للحاجة اللي أنا عايزاها، وابدأ اكتب كل اللي نفسك فيه، ما وحاول تكتب عنك، ده في الكتابة إنك تكتب عنك، إنك تكتب عن أهدافك، عن أحلامك، عن كل حاجة، عشان عقلك يعرف أنت مين، عشان يعرف إيه ده طلع فعلًا شخص كويس، ده طلع فعلًا عايز الخير للي حواليه وعايز الخير لأهله، ده طلع فعلًا موهوب وعايز يعمل الحاجات دي، يعني باشوف أسئلة كتير أنتِ بتكتبي إزاي أو طريقة الكتابة أنا باستغرب جدًا، أنا ما عملتش طريقة، أنا ما عملتش حاجة، أنا باكتب يا جدعان، باكتبه عادي، اللي هو ما تقولوش يعني أنا مَلَك، أنا مش عارفة إيه، ما هو عقلك عارف الحاجات دي، أنا مَلَك وأنا 21 سَنة، حلو ماشي اكتب أنت مين، اكتب أنت عايز تعمل إيه، اكتب المواقف اللي بتحصل في حياتك، تدوين، عايز تحكي موقف مثلًا، تكتب اللي حصل تكتب أنت حسيت إيه اتجاهه وتكتب أكشن لو اللي حصل دوًا عجبك أو ما عجبكش إنك تعمله تاني إزاي أو توقّف إن الموضوع دوًا يحصل إزاي بطريقتك أنت. حلو؟ دي مثلًا لو أنت في topic معيّن عايز تغيّره أو عايز تنتظم عليه هتكتب الtopic هتكتب الfact الموضوع حصل بالضبط إزاي، بعدين أنا حسيت إيه وعايزاك تستفيض مش عايزاك تبقى restricted أوي، يعني عايزاك تكتب براحتك، تكتب بالعربي بالإنجليش براحتك بس أنا أفضّل بالعربي عشان دي لغة عقلك حاليًا يعني. ف وبعدين تكتب action صغيّر تعمله كل يوم أو action صغيّر عامةً تنتظم عليه عشان الحاجة دي تتغيّر أو تحصل تاني. لكن في العادي أنت بتكتب اليوم بيمشي إزاي، إيه اللي حصل، إيه اللي ما حصلش، لو في حاجة مضايقاك اجري على الكتابة ما تجريش تحكي لحد، حرفيًا حاجات عادية جدًا بتكتبها، تدوين، مجرد تدوين. الحاجات بقى اللي أنا عايزاك ما تكتبهاش، عشان دي أهم حاجة. اوعى تكون من الناس المتشائمة اللي مصدقة التشاؤم ده. انت لو دلوقتي شخص متشائم بتتفرج عليا بعد إذنك انسى التشاؤم انسى كل حاجة وحشة في حياتك انا عايزاك تكتب اللي انت عايز تعمله فكك من الخرا اللي انت فيه كلنا في خرا محدش بيكتب الخرا اللي هو فيه اوعى تشوف الوحش بس انا عايزاك في الكتابة تشوف كل الحلو يعني أنا ما جرّبتش بصراحة أكتب حاجة وِحشة في الكتابة، يعني كل اللي باكتبه حاجات مثلًا أنا عايزة أغيّرها فيّا، موقف مثلًا ضايقني وعايزة أصلّحه، واحدة صاحبتي خسرتها وعايزة أرجّعها، حاجات بسيطة جدًا، لكن ما باكتبش أنا شايفة إن مصر ما فيهاش أمل، أنا شايفة إن أنا لازم أمشي من البلد دي بأي طريقة، اوعى تكتب كده، اوعى عشان أنت في مصر يعني أنت خلاص، أو اوعى تفكّر إن ما فيش فرص، الفرص دي أنت اللي بتخلقها مش بلدك اللي بتخلقها لك. حتى لو وعايزة أقول لك إن مصر فيها كل حاجة يعني احمد ربنا أنت مش في جزيرة متطرفة أو الحاجات دي ما فيهاش تعليم لأ مصر فيها كل حاجة اوعى تبص بطريقة مختلفة اوعى تصدق الناس المتشائمة الناس المتشائمة في كل حتة الناس المتشائمة في بيوتنا بس مش بنسمعهم عشان ما ينفعش تصدق كلامهم اوعى تصدق الوحش اوعى تصدق الوحش اوعى تخلي عقلك يصدق الوحش ودي مشكلة ناس كتير قوي ان انت بتصدق الوحش وشخص متشائم فعشان كده عقلك هيعمل ايه غير ان هو يفضل يجيب لك الوحش والتشاؤم والمشاكل لو انت مصدق دون ودي الكواد اللي انت بتدخلها على عقلك هي دي النتائج اللي انت هتحصدها انت مستني تحصد ايه لو انت بتزرع قرف انت بتكتب عشان تغير تفكيرك انت بتكتب عشان تغير تفكيرك انت بتكتب عشان تغير الواقع اللي انت فيه مش عشان تحط اللي انت شايفه والوحش اللي انت شايفه في الكتابة
لأ، أنت بتكتب عشان تغيّره مش عشان تثبته. اوعى تثبت حاجة وحشة، اوعى تثبت حاجة سلبية، أنت بتكتب عشان تغيّر دوًّا مش عشان تثبته. الكتابة يا جدعان، طريقة الكتابة اكتبوا اللي نفسكم يحصل، وبيّنوا لنفسكم إن أنتم شخص متفائل، إن أنتم شخص فيه أمل إن هو يغيّر اللي حواليه، مش شخص متشائم باللي حواليه أو باللي هو فيه ومش حابه وكارهه وعايز يهرب منه، عشان أنت مش هتهرب منه، أنت هتفضل stuck في المكان اللي أنت فيه. لو أنت بيّنت لعقلك إن أنت بتحاول تهرب، هو مش يعني هو هيخاف. أنت بتقول له أنا عايز أهرب، هو هيخاف أكتر مش هيساعدك. أنت المفروض تطمنه وتقول له إحنا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا، فساعدني يلا نغير الواقع اللي احنا فيه للحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها. مش تقول له أنا خايف الواقع ده ما يتغيرش، ففعلا ما يتغيرش زي ما أنت خايف. مش بقول لك يا جدعان اعمل فعل، في الأول اكتب، الأفعال هتيجي لوحدها، ما تستناش. قول مثلا أنا عايز أعمل كذا، ولوحدك هتبدأ تدور على الحاجة اللي أنت تبدأ بيها. فاللي عايزاك تعمله في الكتابة إن أنت تكتب اللي نفسك يحصل، وتفضل توصف أقل التفاصيل إن نفسك تحصل في حياتك، الشخص اللي أنت نفسك توصل له في حياتك عامل إزاي وبيعمل إيه. يعني من الحاجات اللي أنا كتبتها أو من الحاجات اللي أنا بقولها، يعني إن أكيد الشخصية اللي أنا عايزة أوصل لها دي مش بتاكل في ضوافرها، صوتها مش عالي، مش بتعامل أهلها وحش، مش بتعامل حد وحش عامة. حد واثق من نفسه، حد بيعرف يكسف اللي قدامه باحترام. ودي حاجات فعلا انا بدات اعملها. وبصوا ضوافري انا جدعان، من ساعه ما اتولدت انا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا باكل ضوافري. عمري ما طولتها، عمري في حياتي ما طولتها غير مره، عشان حطيت عليها مانيكير وقلت مش هاجي جنبها، وبعدين كلتها عادي يعني ما قعدتش يومين وكلتها. بصوا دلوقتي، يعني انا دلوقتي ضوافري انا عمري ما شفت كده في حياتي. انت عملت ايه؟ اول ما كتبت ان الشخص اللي انا عايزه اوصل له مش كده، ما بقتش كده. سهله، سهله قوي، سهله قوي على عقلك، سهله قوي على عقلك. يا جدعان انت ما تعرفش يعني ايه عقل؟ انت فاهم يعني ايه عقل؟ عقل، انت عارف ان يعني انا بتفرج على مصطفى محمود قال ان العقل يقدر يحفظ 30 ألف كراسة ويقول لك هات زيادة. 30 مليون، 30 مليون كراسة، ولا مليار كمان، ويقول لك هات تاني. يعني انتوا عارفين العقل واسع قد ايه وقادر على ايه. الكلام اللي انت بتقول لنفسك في المرايه كلام انا جميل، انا واثق من نفسي، انت هتوصل. في المرايه انت هتوصلي، انا واثقه فيكي، احنا هنكسر الدنيا، احنا هنوريهم، احنا هنعديهم، احنا مش عارفه ايه. الحاجات دي بتحط يعني بتريز دوبامين في دماغك اكتر من الفيديوهات اللي ممكن تتفرج عليها وتفضل تدوم سكرول. الكلام الحلو والانجازات اللي انت بتعملها فعلا بتدي لعقلك دوبامين اكتر واكبر واعظم بكتير من اللي انت بتتفرج عليه. بطل تستهلك دماغك ليك حاجات سامة، كل اللي انت بتعمله ده حاجات سامة. ابدأ اكتب، اعرف نفسك، اعرف انت عايز توصل لمين، ما تتشائمش، خليك شخص متفائل، وعرف عقلك ان انت شخص متفائل وان انت شخص فيك امل، عشان فعلا ده يحصل. والموضوع مش هياخد منك اكتر من 6 شهور اقسم بالله. اكبر دليل ليكو والله العظيم ضوافري اول حاجه. والاوضه اللي انا فيها، التليفون اللي انا بصور منه، صف قناه اليوتيوب بتاعتي اللي انا لسه فاتحاها من شهرين ولا من شهر، كبرت الحمد لله. والفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي، بعد ربنا، هي اللي خلتني اوصل لكل اللي انا فيه دون. واكتر ان شاء الله، وليكوا كلكوا. وبجد مفيش طريقة معينة تكتب بيها، اكتب بالطريقة اللي تريحك. آه، طلع بس مشاعرك وما تطلعهاش لحد غيرك. وبس كده، باي باي.